السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة يا شباب هنبتدي نتكلم عن أفعال الكيفية أو الأفعال المساعدة في اللغة الألمانية وتصريفها مع جميع الضمائر الشخصية في صفحة واحدة، بحيث إنك تحفظ الجدول دوت زي ما هو. الموضوع سهل، ولكن الأفعال ديت مهمة جدا ومستخدمة في اللغة الألمانية بشكل كبير جدا. طيب عندنا هنا هو أفعال الكيفية اللي هي بالألماني دي مودال فيربن. عندنا المودال فيربن في اللغة الألمانية können, wollen, müssen, mögen, dürfen, sollen. ولسه برضو معانا أفعال تانية هنبتدي نتعرف عليها النهاردة. زي ما انتم متعودين مني إن شاء الله هجيب لكم كل ما يتعلق بالمودال فيربن in der Kapsel، يعني الدرس كله في كبسولة. طيب عشان ما اطولش عليكم خلونا نبدأ بتصريف الأفعال ديت في مع الضمائر الشخصية، وبعدين هنبتدي نشوف امتى نستخدمها مع أمثلة علشان نفهم امتى نستخدم كونن وفولن والكلام ده كله. طيب عندنا في الصفحة الأولانية هنا تصريف الأفعال. طبعا احنا عارفين ان الأفعال في اللغة الألمانية بتصرف مع الضمائر وبتتغير، فهنا السهل والجميل مع المودال فيرب ان تصريف الأفعال مع إيش هي زي الإر والإس والزي. يعني إيش وإر وإس وزي مع mögen بتبقى ماج، مع دو بياخد ماكست، wir وزي بتاخد mögen، وإيا أنتم بتاخد mögt. möchten مع إيش وإر وإس وزي möchte، مع دو möchtest، مع wir وزي möchten، مع إيا بتبقى möchtet. wollen برضو بمعنى يريد، مع إيش وإر وإس وزي will، مع دو بتبقى willst، مع wir وزي نحن وهم وحضرتك wollen، مع إيا بتبقى wollt. können يعني يستطيع، مع إيش وإر وإس وزي بتبقى kann، مع دو kannst، مع wir وزي können، مع إيا könnt. müssen يعني يجب، مع إيش وإر وإس وزي بتبقى muss، مع دو بتبقى musst، مع wir وزي بتبقى müssen، مع إيا بتبقى müsst. sollen ينبغي، soll مع إيش وإر وإس وزي sollst، مع دو sollen، مع wir وزي sollt، مع إيا. آخر verb معانا هو dürfen، يعني يسمح، مع إيش وإر وإس وزي بتبقى darf، مع دو darfst، مع wir وزي dürfen، مع إيا تاخد dürft. يعني ايه الكلام دوت وايه الاختلاف ما بين mögen وmöchten وwollen؟ كل دوت هنبتدي نعرفه مع امتى نستخدم الافعال ديت. طيب يلا بينا نبدأ مع verb mögen وmöchten وwollen. هنلاقي هنا ان mögen وmöchten وwollen بمعنى يريد. طب ايه الاختلاف؟ mögen دوت الفيرب الاصلي من möchten. möchten هو الكونجكتيف 2 امبراتيرتوم من الموجن. يعني ايه الكلام دوت؟ لما ان شاء الله نوصل للبي 1 والبي 2 هنبتدي نتكلم ونتوسع اكتر ونعرف ايه هو الكونجكتيف والكلام ده كله، ولكن عشان اسهل عليك وتفهم اكتر الموضوع كله موجن زي لايك كده في الانجليش، ومشتن زي would like. يعني ايه؟ يعني مثلا زي I would like to play a football. I would like to play a football يعني أنا بتمنى إني ألعب كرة قدم، فهتبقى ich möchte Fußball spielen. Ich möchte Fußball spielen أو will. ده الاختلاف ما بين möchten وmögen. وطبعا كل الأفعال الكيفية والأفعال المساعدة لازما بيجي معاها infinitive am Satzende، يعني لازما الفيرب يكون في آخر الجملة زي ما احنا شايفين، ويكون في الانفينيتيف يعني في الشكل الأساسي بتاعه بدون أي تصريف. طيب معانا أول حاجة mögen وmöchten وwollen. امتى نستخدمهم؟ هي أفعال بتدل على الwunsch أو الabsicht، يعني
بتدل على الرغبة او الارادة او النية. يعني انا عندي الرغبة ان انا العب كورة، او عندي النية، او ان انا عاوز، فاقول لك ich will Fußball spielen. ich will Fußball spielen يعني انا عاوز العب كرة قدم. فانا عندي الرغبة وعندي الارادة في الشيء دوت، فبقول will. ممكن اقول لك مثلا ich möchte ein Buch lesen. انا اود ان اقرأ كتاب، انا عاوز اقرأ الكتاب. يعني عندي النية اهوت، عندي الارادة وعندي الرغبة. اقول لك ich mag heute Abend nicht ins Kino gehen. يعني انا يعني مش عايز كده اهوت النهاردة بالليل اروح للسينما، مش عايز والله اذهب للسينما النهاردة بالليل. وماك برضو او لا mögen ممكن بتيجي في الصيغة ديت زي ما اقولك ich mag dich، زي I like you. I like you ich mag dich، ولكن هنا dich عشان اكوزاتيف زي ما قلنا في درس الاكوزاتيف اللي فات. وبرضو ممكن تيجي تقول لك ich mag es nicht mehr. ich mag es nicht mehr يعني انا خلاص I don't like it anymore. يعني ما بقتش عجباني خلاص، ما بقتش معجب بالشيء دوت، لم اعد اعجب بيه، خلاص بطلت ان اكون معجب بيه. بعد كده عندنا morgen will er Pizza essen. morgen will er Pizza essen يعني بكرة هو عاوز انه ياكل بيتزا مثلا، فعنده الارادة او النية. وزي ما احنا ملاحظين دايما الفعل am Ende في شكله الاصلي. ممكن اجي اقول لك meine Eltern wollen nach Alex fahren. يعني والدي عايزين يسافروا او يروحوا اسكندرية، فعندهم الرغبة وعندهم النية. wohin möchten Sie gehen يعني انت عاوز تروح فين، الى اين تود ان تذهب. وممكن اجي اقول لك برضو am Wochenende wollen wir Opa besuchen. يعني في عطلة نهاية الاسبوع احنا عاوزين نزور جدنا، او عايزين نزور الجد. فعندنا الرغبة في الشيء. فزي ما قلت لكم هي كلها بتدل على الرغبة والنية والإرادة في فعل شيء. جميل. والفرق ما بين ماج ومشتن، ماج زي لايك ومشتن زي would like، ده بالانجلش يعني لو حد فيكم بيتكلم انجلش كويس. ده الاختلاف. ولكن الشائع اكتر بيستخدم مشتن في حالة لما يكون الفيرب am Ende، ده بيكون مستخدم اكتر. ولكن مستخدمة اكتر مثلا في زي الجملة ديت بيقولوا ماج ich mag dich او ich mag es nicht mehr، في الحالة اللي بيكون جملة فيها فيرب واحد بس بيستخدم ماج، ولكن مش دايما. ولكن انا حبيت طبعا اوضح لكم واسهل الموضوع. طيب خلونا ننتقل على الفيرب اللي بعده. عندنا الفيرب اللي جاي هو können يعني يستطيع. طبعا احنا متفقين ان لازما الفيرب التاني بيجي am Ende في infinitive. طيب können يعني يستطيع بتدل على الفيشكايت والمöglichkeit يعني الامكانية والقدرة على فعل شيء. فمثلا اقول لك ich kann Fußball spielen. ich kann Fußball spielen نفس المثال اهوت ولكن جه معاها كان. هتقولي طب ايه الفرق هنا؟ هقولك ان انا استطيع ان العب كرة قدم. فمثلا لما تيجي تقولي او مثلا اجي اقولك ich bin ganz müde aber ich kann Fußball spielen يعني انا تعبان جدا ولكن انا هقدر العب كرة قدم. فهنا بتدل على الامكانية والقدرة والاستطاعة على فعل شيء. فهمتني؟ ممكن اجي اقول لك برضو kannst du dieses Buch lesen. انت عندك القدرة ان انت تقرا الكتاب دوت، انت تقدر تقراه. انت ملاحظ الفرق ما بينه وما بين مثلا möchten فيها رغبة كده، لكن ديت فيها القدرة والاستطاعة على فعل شيء. فاجي مثلا اقول لك ich kann heute Abend nicht ins Kino gehen. طب ليه؟ انا بقول لك انا ما اقدرش اروح النهاردة بالليل السينما. ايه السبب؟ مثلا ان انا عندي واجبات، ان انا تعبان مش قادر. لكن مشتن زي ما عنديش مزاج كده،
ich hab gar keine Lust، يعني ما عنديش مزاج. لكن هنا بقولك انا مش قادر، مش هقدر اروح السينما النهاردة. طيب ممكن اجي اقولك برضو صيغة من الصيغات المشهورة بكان، اجي اقولك ich kann nicht mehr، اللي هو خلاص ما عدتش قادر اتحمل. او ich kann nicht mehr ertragen، يعني خلاص ما عدتش اتحمل. ertragen يعني يتحمل. ولكن الألمان طبعا بيستخدموها برضو في الصيغة ديت ich kann nicht mehr. ممكن أقولك برضو morgen kann er Pizza essen، يعني مثلا هو عامل ديت النهاردة، ولكن بكرة اليوم الفري بتاعه، فأجي أقولك بكرة هو يقدر ياكل بيتزا، لكن النهاردة مثلا مش هيقدر. فهنا بتدل على الاستطاعة. جميل. أقولك meine Eltern können nach Alex fahren، يعني والدي عندهم القدرة والاستطاعة ان هم يسافروا الاسكندرية مثلا. كل حاجة متاحة لهم، عندهم اجازة، ما العربية موجودة او ايا كان، فهم عندهم المقدرة. اقول لك سلمى und ich können Frau Meier helfen، يعني انا وسلمى نقدر ان احنا نساعد فراو مايا، عندنا القدرة. مثلا لو هي محتاجة فلوس فاحنا عندنا المال نقدر نساعدها، فدي بتدل على المقدرة. اقول لك برضو am Wochenende können wir Opa besuchen، يعني في عطلة نهاية الاسبوع احنا نقدر نزور جدنا. فهنا عندنا القدرة ان احنا مثلا فاضيين، عندنا وقت، فهنا بتدل على القدرة في شيء. ففي فرق ما بين ان انا عاوز ازور جدي وان انا اقدر ازوره. ان انا عاوز، انا عندي الرغبة، بس هل هقدر ولا لا انا معرفش. لكن لما اجي اقول لك ich kann meine Opa besuchen، يعني خلاص انا هقدر. فهمتني؟ طيب ننتقل على الفيرب اللي بعده. الفيرب اللي بعده عندنا müssen، يعني يجب. طب الفيرب ده بيدل على ايه؟ بيدل على البفلاشت oder Notwendigkeit، يعني الالزام والضرورة. فمثلا اجي اقول لك ich muss Fußball spielen، هنا انا لازم العب كرة قدم. ليه؟ يعني ممكن اكون انا لاعب في نادي وماضي عقد، فاللي هو انا لازما العب، ما ينفعش ما اروحش. فهمتني؟ فان انا لازم العب. او مثلا في مسابقة او في بطولة، فاللي هو اقول لك انا لازم العب كرة قدم. فاجي اقول لك مثلا والله انا تعبان بس لازم العب كرة قدم، فاقول لك ich bin heute ganz müde aber ich muss Fußball spielen، النهاردة تعبان جدا ولكن انا لازم العب كرة قدم مثلا، فانا بحبها او اي شيء. فهنا بتدل على الضرورة والالزام. اقول لك du musst dieses Buch lesen، انت لازم تقرا الكتاب دوت. مثلا عندك امتحان بكرة، فبقول لك انت لازم تقراه. ففي شيء مهم جدا، في ضرورة وفي إلزام، مثلا بعقد أو بامتحان أو بالكلام ده كله. أقول لك ich muss heute Abend nicht ins Kino gehen، أنا مش لازم أروح النهاردة بالليل للسينما. مثلا عندي مدرسة بكرة، مثلا في عندي مواعيد، فاللي هو أنا مش لازم إن أنا أروح النهاردة. اقول لك morgen muss er Pizza essen، مثلا بكرة هو لازم ياكل بيتزا. مثلا احنا عاملين سباق او عاملين رهان، فاللي هو لازم ياكل البيتزا ديت بكرة. او مثلا هو طلب بيتزا وما كلهاش النهاردة، فاقول لك morgen musst du Pizza essen، انت لازم هتاكل البيتزا ديت بكرة. Meine Eltern müssen nach Alex fahren، يعني والدي لازم يسافروا للإسكندرية. هتقولي ايه الفرق؟ هقولك ان هنا مثلا في ضروريات، مثلا في حاجة حصلت مهمة في الإسكندرية، والدهم تعبان، فهم في شيء ضروري جدا لازم يسافروا له للإسكندرية. شفنا الفرق؟ هنا اقولك سلمى und ich müssen Frau Meier helfen، احنا لازم نساعد فراو مايا، هي محتاجة مساعدة، فاحنا هنا لازم نساعدها. Am Wochenende müssen wir Opa besuchen، هنا اقول لك في عطلة نهاية الاسبوع احنا لازم نزور جدنا. مثلا جدنا تعبان او مريض او محتاج مساعدة، فاحنا لازم نزوره، ما عندناش خيار تاني، احنا لازم نعمل الشيء دوت. Das Buch müsst ihr kaufen، فاقول لك انتوا لازم تشتروا الكتاب دوت. Das Buch
müsst ihr kaufen. خلاص انتوا ما عندكمش خيار تاني، انتوا مضطرين، لازما في ضرورة. فاحنا لحد دلوقتي شفنا الاختلاف ما بين müssen بتدل على الضرورة والإلزام وان مفيش خيار تاني في الغالب. können بتدل على الاستطاعة والقدرة على فعل شيء. و wollen oder möchten mögen بتدل على الأمنية والرغبة في فعل شيء. طيب نكمل بالفعل اللي معانا. الفعل اللي جاي هو sollen، ينبغي. دي بتدل على ايه؟ بتدل على der Ratschlag oder die Empfehlung، يعني النصيحة. فمثلا اجي اقول لك والله انت ينبغي انك انت تمشي على نظام غذائي كويس، فانا بنصحك. اقول لك next Mal soll Patrick mitkommen، يعني المرة الجاية من المفترض كده، يعني ينبغي باتريك ان هو يجي معانا. Du sollst Fußball nicht spielen، انت المفروض ما تلعبش كرة قدم. لما انت تقول انا لازم العب كرة قدم النهاردة وانا تعبان جدا، فانا ارد عليك اقول لك du sollst Fußball nicht spielen، انت مش مضطر ان انت تلعب كرة قدم، انت لا ينبغي عليك. فانا بقدم نصيحة، لا انا بقول لك انت لازم ولا انت تقدر ولا انت عاوز، لا انا بس مجرد بقدم النصيحة وانت حر، القرار دوت يرجع لك. it's up to you. جميل. اقول لك du sollst dieses Buch lesen، يعني من المفترض ان انت تقرا الكتاب ده، ينبغي عليك قرايته. انت عايز بقى تقراه مش عايز، انت حر، انا بقدم لك النصيحة. اقول لك ich soll heute nicht ins Kino gehen، انا مش المفروض ان انا اروح السينما النهارده. يعني مثلا كل يوم بروح السينما، فجأة اقول لك والله يعني انا المفروض ما اروحش السينما النهارده. meine Eltern sollen nach Alex fahren، اقول لك ان والداي من المفترض ان هم يذهبوا الى الاسكندرية. فهنا من المفترض، انا مش متأكد ولا انا عارف ولا هم مضطرين، هم من المفترض ان هم مثلا كل عطلة نهاية اسبوع هم بيروحوا لأليكس، فانا مش متأكد. كمال und سامي sollen Papa helfen، يعني مثلا الاب بيعمل حاجة في البيت وهو تعبان، فانا اقوم قايل لك كمال und سامي sollen Papa helfen، يعني من المفترض ان كمال وسامي يساعدوا والدي او الاب عموما. Am Wochenende sollen wir Opa besuchen، يعني عطلة نهاية الأسبوع من المفترض إن احنا نزور الجد، ولكن هل احنا نقدر؟ أنا معرفش. هل احنا لازم؟ معرفش. هل احنا عاوزين؟ أنا معرفش. هو احنا من المفترض، يعني ديت حاجة من المفترض، أو ممكن بنكون بنقدم فيها النصيحة. أقول لك das Buch sollt ihr kaufen، انتم ينبغي عليكم شراء هذا الكتاب. فمثلا هو كتاب شيق، هو كتاب مهم بالنسبة لكم، فأنا بس مجرد بقدم لكم نصيحة. بعد كده عندنا آخر فيرب معانا النهاردة وهو dürfen، يعني يسمح بيه. بيدل على ايه؟ بيدل على Erlaubnis أو Verbot، يعني السماح بفعل شيء أو المنع. طب امتى المنع؟ لو جه nicht، زي ما هنشوف هنا كده مع الأفعال اللي جاية. فأقول لك مثلا ايه؟ ich darf Fußball spielen، ich darf Fußball spielen، يعني أنا مسموح لي إن أنا ألعب كرة قدم. أقول لك مثلا am Wochenende darf ich Fußball spielen، في عطلة نهاية الأسبوع أنا مسموح لي إن أنا ألعب كرة قدم. ليه؟ عشان ده يوم أجازتي، ما ورايش حاجة ذاكرها، فأقول لك أنا مسموح إن أنا ألعب كرة قدم في اليوم دوت بس. أقول لك مثلا du darfst Fußball nicht spielen، أنت ممنوع من لعب كرة القدم. فهنا في الverboten مع nicht spielen بتيجي بمعنى المنع. فمثلا أقول لك er darf morgen schwimmen gehen، er darf morgen schwimmen gehen، يعني هو مسموح له بكرة إن هو يروح للسباحة. ich darf heute nicht ins Kino gehen، أنا مش مسموح لي النهاردة أروح السينما. مش مسموح لي مثلا لأن والدي رافض الموضوع، عندي دراسة بكرة، فأنا اللي مش سامح لنفسي إن أنا أعمل حاجة زي كده، ففي شيء هو اللي منعني، أو في شخص هو اللي منعني. فده معنى dürfen، ودوت
الاستخدامات بتاعته. فأقول لك كمال und سامي dürfen Auto fahren. كمال وسامي مسموح لهم ان هم يسوقوا العربية، معاهم مثلا فيورشاين رخصة القيادة، كل أوراقهم سليمة، معديين السن اللي مسموح بيه، فهم خلاص مسموح لهم ان هم يسوقوا، قانونيا مسموح. أقول لك am Wochenende dürfen wir Opa besuchen. يعني احنا مسموح لنا في عطلة نهاية الأسبوع ان احنا نزور جدنا. يعني هنا بقولك ان مثلا بخصص ان اليوم دوت احنا مسموح لنا فيه، لكن في يوم تاني انا معرفش اذا كان مسموح لنا ولا لا. Du darfst nach draußen nicht gehen. انت مش مسموح لك تخرج. Du darfst nach draußen nicht gehen. مش مسموح لك تطلع برا. فهنا verboten ممنوع. انت ممنوع تخرج برا. ده برضو معنى. ده كان بالنسبة لأفعال الكيفية أو اللي هي المودال فيربن في اللغة الألمانية. أنا جبت لكم نفس الأمثلة بحيث تشوف اختلاف المعنى وإمتى الاستخدام بتاع كل فيرب فيه. فده كان درس النهاردة. بعد كده طبعا عندنا الهاوس أوفجابه من معهد جوتا علشان الموضوع والدرس يثبت معانا. فهنلاقي أول هنا هو Aufgabe: Ergänzen die Sätze mit dem richtigen Modalverben möchten, müssen, wollen oder können. Brauchst du Hilfe? Dann schreiben Sie mir in den Kommentaren. لو محتاج أي مساعدة اكتب لي في الكومنتات أسفل الفيديو. فعندنا أول مثلا حاجة أو أول سؤال هيقول لك am Wochenende نقط ich ins Kino gehen. تاني حاجة ich نقط am Montag leider nicht mitkommen, denn ich habe keine Zeit. وهكذا. فهنا بنكمل وهنلاحظ ان الفيرب في am Ende اهوت في الانفينيتيف. طيب تاني صفحة معانا برضو هنكمل على نفس النمط. wir نقط im Sommer nach Deutschland reisen. هتكتب ونلاحظ ان ممكن كذا جملة ينفع لها كذا حاجة، فديت زي ما قلت لك بتتوقف الفرق ما بين الاستطاعة وان احنا عاوزين وان احنا المفترض لينا ان احنا نسافر ولا لا. كل دوت هيمشي في الجملة ديت، ولكن بشكل عام في الحياة اليومية مثلا لو انت مثلا في الاجازة بس هتقدر تسافر فهنقول من المفترض، او احنا مسموح لنا ان احنا بس في الصيف ان احنا نسافر. فبتختلف على السيتويشن اللي انت فيه، الموقف اللي انت فيه. طيب ايه كمان معانا؟ هتلاقيني هنا كاتب لك ergänze die Sätze mit dem richtigen Modalverben möchten, müssen, können, dürfen, sollen und wollen. هتلاقي مثلا hier نقط man rauchen. Es ist wirklich schade, dass ihr morgen nicht auf unser Fest kommen. وهكذا. هتلاقي النقط وتكمل. هنا هيقول لك sag mir bitte was ich einkaufen نقط. الصفحة اللي بعد كده هتلاقي مثلا هنا بيقول لك نقط ich bitte ein Glas Wasser haben. فهتمشي على نفس الأسئلة ديت، ودي أسئلة بتاعت معهد جوتا على الدرس دوت. هو درس بسيط جدا ولكنه مهم زي ما قلت في مقدمة الفيديو. فإن شاء الله أتمنى إنك أنت تكون عرفت وفهمت بالظبط إمتى تستخدم كل فيرب. وطبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتعملوا سبسكرايب في القناة لو لسه ما عملتوش. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergesst nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Danke fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum يا شباب، دمتم في أمان الله.